الشتا دخل علينا وناس كتيرة جدا بتشتكي من القشرة اللي بتكون موجودة في فروة الراس، سواء كانوا كبار وصغيرين. النهارده هقول لكم على حل حلو جدا هيعالج قشرة الراس في اسبوع واحد فقط، وهنعمل التجربة العملية دي على ادم وهتشوفوا النتيجة. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا آلاء جبالي، سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، النهارده هنعمل تجربة عملية على شعر ادم اللي مليان قشر علشان نعالجه في اسبوع بس. اول حاجة جبت شامبو سرانجينيا. الشامبو ده معروف ان هو بيعالج القشره، ومن اهم مميزاته ان هو مش بينشف الشعر زي باقي الشامبوهات التانيه. هبل شعر ادم واحط الشامبو على شعره، وهفضل اغي لمده 3 دقائق علشان اتاكد ان الماده الفعاله بتاعت الشامبو اشتغلت في شعره. وهنشوف مع بعض هنعمل ايه بعد كده. بقالي 3 دقايق بالظبط زي ما انتم شايفين عماله ادعك الشامبو في فروه الراس بتاعته علشان اتاكد تماما ان الشعر نضف، وان الماده الفعاله بتاعه المنتج بدات تعالج الشعر، وبدات ان هي تدخل على القشره وتبدا ان هي تعالجها. بعد كده هشطف شعره وهعمل اهم تركايه اللي فعلا هتخلي من ثالث مره او من ثالث استخدام مفيش قشره نهائيا. بعد غسلت شعره وتاكدت تماما ان شعره نضيف من الشامبو، هعمل التركايه اللي بقول لكم عليها. عملت ايه بقى؟ جبت كوبايه ميه وحطيت 3 معالق من خل التفاح. ركزوا معايا، خل التفاح مش الخل العادي. خل التفاح فيه احماض امينيه وبيعالج القشره، وفي نفس الوقت بيعمل على تغليف الشعرايه وحمايتها، وليه مميزات كتيره جدا كنت اتكلمت عليها عن حلقه كامله عن مميزات خل التفاح للشعر. وهبص بقى، ممكن ارش الميه على شعره كده، او ممكن احطها في بخاخ واحطها في شعره. وبعد ما اعمل كده بقى هعمل ايه؟ انا عملتها طبعا يعني وزعت الميه اللي فيها الخل على شعره. عارفين بقى المشط اللي هو الفلايه بتاع زمان ده اللي كنا زمان بنستخدمه؟ هو ده بقى اهم خطوه من الخطوات. هنعمل ايه؟ هنبدا نسرح الشعر ونحاول ان احنا نوصل للجلده بتاعت الشعر بس بالراحه ونعمل. بصوا هتلاقوا ان الشامبو بدا يكون فيه قشره. القشره بتاعت الفروه هتبدا تطلع. بصوا القشره طالعه ازاي، حتى هتلاقوا القشره بانت. طيب دي اهم خطوه، ان احنا بنخلي الجلد بتاع الفروه وهو جاهز دلوقتي، لان هو عليه خل تفاح وهو عليه الشامبو، ان القشر بيبتدي يطلع. بجد انتوا لو عملتوا الموضوع ده مره، بصوا هو بيكره التصريح معلش اهو، بصوا هتلاقي القشره، مش عارفه هي باينه قدامكم ولا لا، يعني هو دلوقتي القشره اهي، شايفين؟ تمام. اعملوا كده بقى وافضلوا سرحوا شعركم او شعر عيالكم او شعر ازواجكم، اي حاجه، اي حد يعني عنده مصاب بالقشره. اعملوا الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي. وزي ما قلت لكم ان انا سبت خل التفاح على شعره حوالي ربع ساعه بحيث ان هو يتفاعل مع الشعر. وبعد ما افضل اسرح كده هقوم جايه شاطفه شعره، وخلاص كده احنا خلصنا. ده اول يوم في الاسبوع. هنعمل الموضوع ده 3 مرات في الاسبوع. اول اسبوع 3 مرات، تاني اسبوع هنعمل مرتين ان شاء الله. على الاسبوع الثالث هتكون القشره اتعالجت نهائيا. هنعمله مره واحده، وبعد كده لازم نستخدم الشامبو بتاع سيرانجينيا ده مره في الاسبوع كحمايه. لو انت بتغسلي شعرك مرتين في الاسبوع، ممكن تستخدمي الشامبو الطبيعي اللي انت متعوده عليه مره، والمره الثانيه تستخدمي الشامبو. بس لازم لو انت من النوع اللي شعرك بيعمل قشره، لازم تستخدمي الشامبو ده علشان يحمي شعرك ان القشره ترجع لك تاني. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من الناس تستفاد. مع السلامه.